هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، فيديو فكرة جديدة خالص شكلها حلو وان شاء الله تعجبكم. اللي محتاجاه فيها برطمان، وعندي خافض لسان. البرطمان دون الاضلع اللي فيه دول 12، فانا هحتاج من كل واحدة من المقاسات اللي عندي دي 12. هاجي هنا هجيب واحدة اللي هي على بعضيها، انا عايزة 12 على بعضيهم في الاول. دول مش هيجي جنبهم. المقاس اللي بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الخافض اللي عندي وهقلل منه 2 سنتي. هقيس كده 2 سنتي، هعلم هنا عندي 2 سنتي. تمام. هجيب اي واحدة من الخافض دون وهاجي هقف هنا عند العلام اللي انا عملته ال 2 سنتي ده كده، وهاخد المنظر ده وهبدأ اقص واشيل الجزء اللي فوق. بقيت عندي بالشكل ده. هجيب صنفرة وهعمل خفيف خالص، حاجة خفيفة خالص، اعدل بس الحواف بتاعتها بالشكل ده كده. بصوا ثواني هي اتعدلت. خلاص عدلتها. تمام. هعمل ايه؟ المقاس اللي بعد كده هشيل من دي 2، واللي بعد كده هشيل من دي 2 سنتي. يعني هاخد بقى ايه؟ هاخد انا جيت عملت دي، عايزه اعمل دي، هشيل من دي 2 سنتي وهعلم وهقص هيطلع المقاس ده. المقاس دون عايزه اعمل الاصغر، هشيل من المقاس ده 2 سنتي، هعمل ده، هشيل من ده، هعمل ده لغايه ما يوصل معايا الصغير خالص دون. يبقى انا كده مفرق ما بين كل مقاس والتاني 2 سنتي. هقلل 2 سنتي بحيث ان المقاسات تبقى مظبوطه. خلاص عملتهم وقصيتهم بالشكل ده. طبعا القص مش هينفع اقص معاكم ده كله، فانا جهزتهم عشان يبقوا جاهزين على طول. هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا هجيب الصغيره خالص دي، هحط فيها شمع. عايزين نلزقها بغيره مفيش مشكله خالص. هجيب واحده من الاكبر شويه وهحطها عليها ووسطنها والزقها بالشكل ده واضغط عليها عشان تلزق. اهم حاجه تبقى مظبوطه عندي. تمام. اي بقى زيادات في الشمع هشيلها سهله. اهم حاجه عشان احنا هندهن الحاجه دي، احنا ممكن ما ندهنش، نسيب الخافض بلونه، بس انا حابه هدهن، هعمل فيها منظر. هشيل كل الشمع دي، هعمل نفس الحكايه اللي انا عملتها. هاجي هنا هحط شمع ده كله، هجيب اللي بعدها وهعمل نفس الحكايه. هاجي كده وهحطها وايه اوسطنها. يبقى انا كده عندي اللي بعد كده نفس الحكايه تاني. هعمل كده، احط شمع وهجيب المقاس اللي بعد كده وهحطه برضو واظبطه اهي. تمام. اضغط عليها علشان الشمع مش عايزاها تبقى فيها ارتفاع. الشمع كويس. وهكذا هعمل اللي بعديها، احط شمع برضو، اجيب الاكبر واحطها اوسطنها كويس واضغط عليها كويس جدا عشان تلزق في بعض اهي. فاضل اخر واحدة اللي هي الجزء اللي بطوله. احط برضو هنا عندي شمع وهلزق كده اخر مقاس عندي اللي هي الكبيرة خالص برضو، واضغط عشان ما تبقاش عالية عن الباقي. بقت عندي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده كده اهي. بعد كده بقى هعملهم كلهم بنفس الطريقة وبنفس الشكل، ونرجع نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. بقت عندي اهي بالشكل ده، زي ما احنا شايفين الاتنين شكلهم جميل قوي. هكملهم كلهم بنفس الطريقة ونرجع نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. هنا كده دلوقتي زي ما احنا شايفين الحاجة بقت عندي بالشكل ده. عملت ال 12 عود اللي عندي عشان هبدأ ايه ادهنهم واشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي الخطوة اللي انا هعملها ان انا هعمل الدهان. هجيب عندي اي بقى دهان احنا حابينه، حابين سبراي رش، ممكن اي لون ذهبي فضي. انا هنا هستخدم اللون النحاسي. وهاجي كده وهبدأ هدهن البرطمان لوحده. بعد كده لما اخلصه وهركنه ده على جنب ينشف، وبعد كده هو هبدأ ادهن الاجزاء اللي انا عملتها، ادهنهم بقى بنفس اللون. انا هنا هو عملت الدهان على البرطمان بطريقة الدق دي، خلت ان البرطمان يبقى ايه فيه ضي هيبان منه، هو ده اللي هيبان منه الضاءة ويبقى شكله جميل جدا كده بالشكل دوت. هدهنهم بقى بنفس الطريقة اللي انا بدهنها دي من فوق ومن تحت كله، ادهنهم واسيبهم ينشفوا
وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه وهنعمل فيها ايه. قمر الدين وأكياس النقل وقراطيسه، بعد الفطار دغري نحلي بكنافته وقطايف وتملي، وكل يوم فرحنا تزيد، ويفوت علينا قوام يجري ونقول له لسه عليك بدري، يقول ده جاي ورايا العيد، افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا جرام. هنا كده الحاجة بعد ما نشفت البرطمان والخافض اللسان اللي عندي، هاجي بقى هنا وهبدأ ألزقه. هاجي هنا اجيب خيط شمع، أمليها شمع من أولها لآخرها، وهاجي هنا كده وهبدأ ألزقهم. طبعا أنا لزقت واحدة عشان كنت بشوف الشكل ايه، هظبطها وهي واقفة علشان تحت يبقوا مظبوطين جنب بعض. أبدأ بقى ألزقهم كلهم بنفس الطريقة، أحط شمع عليها كلها. أنا بزود الشمع شوية ليه؟ لأن في عندي فرق، بصوا هنا في فرق كبير ما بين البرطمان وخافض اللسان، فأنا بحط شمع كتير علشان يقدر ان هو يلزق كويس وما يفكش مني. طبعا الفكرة دي جديدة عصري، مش هتلاقوا الشكل ده في البرطمانات في اي حتة. على فكرة ينفع برطمان مدور عادي، مش لازم مضلع خالص. هركبهم كلهم، بعد كده نرجع بقى نشوف ايه هنعمل ايه تاني فيه. هو كده يعتبر قربت اخلصه، مفيهوش شغل يعتبر تاني. بقت الفازة تحفة بجد بجد، تحفة جميلة جدا جدا جدا. انا كنت متخيلة المنظر بس مكنتش متخيلة بالجمال ده، ما كنتش متخيلة بالجمال ده. لا لا بجد جميلة قوي، بجد بجد شكلها تحفة تحفة. بالتعال فالشوق طال، رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، بكار من صور السن وعارف معنى انه من قلبه روحه